ايه الورق العنب؟ انا جايبه لكم النهارده الورق العنب من ساعه ما انا فرشته لغايه ما هطلعه قدامكم واسلقه وتشوفوا جماله وتشوفوا حلاوته وتشوفوا قد ايه الطريقه دي مضمونه جدا جدا. مفيهاش اي مشكله ولا خوف ولا قلق. بصوا طريقه بعملها من سنين السنين. لا بقى هنحفظه في ازازه ويرجع يبوظ، ولا هنجازف يعني بيه صراحه، لان الورق العنب طبعا بيبقى سعره غالي، مش رخيص يعني. واي حاجه طبعا نعمه ربنا ما ينفعش ان احنا نجازف فيها. انا هقول لكم على طريقه التفريز كويسه جدا. وهتعتمدوها ان شاء الله على طول. بصوا بقى، بتبقى الورقه طريه وجميله وحلوه ومفيش اي مشكله، زي كانه فريش بالظبط يعني، مفيهوش اي مشاكل. والورقه كمان هقول لكم العقد لازم نحط فيه ايه علشان تفضل طري كده وحلو وجوسي معانا. صراحه يعني طريقته دي ما بغيرهاش. ده كان عندي كنت مفرزاه الورق العنب. بيبقى اخضر عادي، غسلته غسله كويسه زي ما بغسله واحطه في المصفى ويتصفى خالص وهو متربط. سبته بس، طلعت من الفريزر كده ساعه على الرخامه عشان اعرف بس افك الربطات من جنب بعض، يعني كل ربطه برماها كده وحطها جنب بعض في الطبق ده. عايزين تربطوا كل ربطه لوحدها بالستريتش عادي براحتكم، بس اهم حاجه تكونوا مصفينه كويس بعد الغسيل. وهو لسه مجمد يعني، انا طلعته بس مده ساعه واحده بس في ميه سخنه مغليه بتغلي على النار، لسه زي ما بسلقه بقى في السلق العادي. حطيت فيها ملح وسكر ونص عصرة ليمونة وشوية زيت. ليه الزيت؟ الزيت بيطري الورقة جدا يا جماعة، بيديها لمعة حلوة قوي. ورق العنب بيعز الزيت، فما ما تستخسروش في الزيت. هنا بصوا، أول ما ابتدت المية تغلي بروح مطلعاه على طول، لأن الورق العنب كان لسه مجمد. أول ما نزل في المية هدالي درجة الحرارة المية، يعني خليها بردت. فبسيبه شوية عشان بصوا من جوه يبقى، يعني المية السخنة وصلت له فاستوى من جوه. يعني بصوا انا بوريكم ما بين الرابطة من جوه ان هو وصل له المية وغير لونه زي ما بنعمله فريش عادي جدا. بطلعه على مصفى، اسيبه يتصفى براحته ويستهدى. ما بحطوش تحت مية ساقعة ولا حاجة، لا بسيبه هو على درجة حرارته لغاية ما يبرد. هنا برضو وريت لكم مرة تانية، ده كان قشر ليمون، يعني كنت واخدة الليمون في حاجة وحطيت قشره بس، لكن أنا فعليا نص ليمونة هي اللي عصراها في المية بتاعت السلق، مش أكتر من كده. بسيبه يتصفى خالص وبعد كده بشيل العروش بتاعته. هنا كان عندي الرز مغسول ومتصفي. هنا الخلطة دي أنا ببقى شايلاها في الفريزر، وهنزل لكم لينك خلطة المحشي كنت عاملاها قبل كده. ببساطة جدا بشيلها في الفريزر واطلعها وقت ما اكون عايزة. بظبط بقى صلصة واظبط ملح وفلفل وكمون. انتوا بتحبوا ايه توابل تحطوها حطوها. وزيت طبعا، بظبط زيت. بقلب الخلطة دي، بحب اسيبها ايه شوية كده كام ساعة، أو ممكن أعملها بالليل وأقوم تاني يوم أحشي. أنا بحب أوضب حاجتي وأحشي وأسيب ال الورق عنب عندي في التلاجة الوقت ما أنا هسويه، يعني ممكن أعمله من بالليل وتاني يوم أقوم أسويه أو كده. فأنا بحب أعمله إيه براحتي. هنا بحط الفرشة بتاعتي فلفل وبصل وفلفل أحمر، فلفل رومي أحمر، والعروش بتاعة الورق العنب. ما باحطش طماطم يا جماعة، ما باحطش طماطم لإن ممكن تغيّر لي، يعني يحصل أي حاجة وما اسويش الورق العنب بتاعي بسرعة، فبالتالي ممكن تغيّر الطعم. ده فلفل رومي أحمر، فهو بصل والعروش والفلفل، ودي شرايح لنُص ليمونة، نُص ليمونة كده قطعتها شرايح. بُصّوا ده الورق بقى بعد ما شِلت العروش بتاعته جميل خالص، بابقى مستفاه كده عشان يسهّل عليَّ. سهّلوا على نفسكم، الكبير فوق بعضه والحجم صغير فوق بعضه علشان إيه، نبقى عارفين. هنا بقى اللفة. واعذروني بقى معلش إن كان الstand بتاعي مكسور واضطريت إن أنا يعني أعمل كده عشان أعرف أصور لكم. فلو يعني في مش واضح شوية فاعذروني. إحنا بنحط لف بسيط جدًا، لا محتاج طبق ولا محتاج مكنة ولا محتاج أي حاجة، على إيدينا يا جماعة. هو بالاستمرارية ومع التعود بتلاقوا إيديكم خلاص خدت على اللف. بصوا بنجيب الجوانب وبندي لفة وبنكمل قفل في الجوانب لغاية ما نخلص لفة الورقة. يعني لفته سهلة جدا مفيهوش مشكلة. هو بس التكنيك بتاعه طويل شوية، إن إحنا بنسلق وبنشيل عروش وبتاع، فهي دي الفكرة. لكن كلف، لا، لفه سهل وبسيط مفيهوش مشكلة. لو عندي ورقة كبيرة زي دي كانت فعليا حجمها أكبر من الورقتين اللي أنا عملتهم قبل، بقسمها كده بالشكل ده، إن أنا بحب الصباع صغنطط كده ومحنتف، يعني ما بحبوش كبير يعني. فانتوا براحتكم برضه، لو بتحبوا تعملوا على كبر الورقة مفيهاش مشكلة. أنا بوريكم أهو
قسمناها نصين، بحشي بالشكل ده عادي جدا. بصوا انتوا بتضموا، يعني انتوا ايديكوا هتاخد على ضم الورق يمين وشمال وودي لفة، فخلاص بيطلع الصباع بتاعنا حلو وجميل مفيهوش اي مشكلة خالص. انا عملتها لكم كذا مرة اهو عشان ايه تركزوا في اللفة، واتمنى يكون زاوية التصوير كانت كويسة يعني، او موضحها لكم بشكل كويس يعني. معلش انا بعتذر على ايه، على كده. هنا لفينا، بصوا بحب الفه لفة دائرية كده عشان لما اجي انزل العقد ينزل على طول لتحت، ما يبقاش في حاجز العقدة، والعقد يبقى فوق بس ومش واصل لتحت. بدي نص عصرة ليمونة. دي شوربة عندي بحط لها طماطم، شوية طماطم معصورين وصلصة، وأظبط ملح وفلفل. عايزين نحط ماجي حط، مش عايزين لينا مطلق الحرية. دي التسقية بتاعت المحشي بتاعتي. عايزين شوربة ورق عنب، شوربة كوارع أنا آسفة، عادي ممكن تحطوها بتبقى جميلة جدا. بحط كده العقد بتاعي لغاية هنا، لغاية آخر صف يعني، بيبقى مغطيه الصراحة، وهنا بعد ما نقول شوية. عايزين تحطوا دبس رمان بتحطوا شوية زيت حلوين لازم. وبسيبه بتاع حوالي من نص ساعة، ساعة إلا ربع، حسب طبعا الكمية بتاعتنا، على نار هادية. بعد الغليان على نار هادية بس. بعد ما بيخلص بقى ويستوي بيبقى جميل كده، بحب أقلبه كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى ورق وزبدة.